كتبوه على جدران قصورهم بالذهب والفضة وسائر أصناف المواد النفيسة بخط نسخي قديم، وغشوا الجدران حوله بكافة أنواع الزينة المعروفة عند المسلمين كالعناصر النباتية والعناصر الهندسية وصنوف الحيل المعمارية. وهم في هذا كانوا يركزون من وجهة سيكولوجية محضة على تبرير قعود همم المسلمين عن محاربة الدول الإسبانية الشمالية التي كانت تزيد في ضغطها العسكري يوما بعد يوم، جادة في طرد المسلمين من وطنهم الإسباني. كان شعارهم ولا غالب إلا الله تبريرا يرضي جميع المؤمنين بأن قضاء الله نافذ لا محالة، وأن انتصارات الإسبان المستمرة لن تدوم هي أيضا، وسيأتي يوم لا يبقى فيه إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذه الفلسفة الانهزامية التي ليست من روح الإسلام في شيء، انطوت غرناطة على نفسها داخل أسوار حربية منيعة، وتحصنت فوق جبل سبيكة كأنما هي زاهد متصوف انقطع في أعالي الجبال ينتظر القضاء الجاري على العباد. ولكن البذخ المفرط الذي تجلى في كل شيء في غرناطة يجعلها في انزوائها على الأعالي كأنما تمثل هروب مهزوم يظن أن الجبال تعصمه من بطش الأعداء. شاهدنا في حلقة سابقة تفاصيل القسم الأول من قصور الحمراء، وهو القسم الذي بني حول باحة البركة، وكان يضم قاعة العرش وبعض القاعات الأخرى. وكان استعمال هذا القسم مستقلا عن القسم الآخر استقلالا تاما، كأنما الأول للاستعمال الرسمي العام والآخر للخاصية الملكية، أو كأنما كان الأول للسكنة في الصيف والآخر للشتاء، نظرا للحصار المطبق الذي عانت منه مملكة بني الأحمر طوال قرنين من الزمن. يتألف القسم الثاني من قصور الحمراء من باحة مكشوفة على نسق الطراز السوري المعروف، وحولها 4 قاعات هامة والعديد من البيوت والغرفات. أما الباحة فهي أشهر من أن تعرف، إنها باحة الأسود. أما القاعات ال4 فمن الشرق قاعة الملوك أو قصر العدل، ومن الغرب قاعة المقرنصات، ومن الشمال حجرات الأختين، ومن الجنوب قاعة بنت راخس. يتوسط باحة الأسود نافورة تنبثق من وسط حوض ضخم مؤلف من قطعة واحدة من حجر الجرانيت محمول على 12 دعامة ترتكز على ظهر 12 أسدا بالحجم الطبيعي. وتلفظ الأسود الماء من أفواهها بطريقة عجائبية لم يستطع أحد حتى اليوم كشف سرها. ويحيط بالباحة رواق مسقوف تحمل سقفه أعمدة فوقها أقواس عليها حلية من الجبس المحفور المطلي باللون الذهبي، وواجهة مماثلة تضفي جميعها جوا ذهبيا غريبا. أغرب ما في باحة الأسود التناقض الصريح بين منتهى الإبداع في الزركشة والزخرفة على واجهة الرواق حول الباحة، وبين الشكل الفج غير المزوق الذي تظهر فيه الأسود 12. وهذه الأشكال المجسمة هي من الأمثلة النادرة لصور الكائنات الحية في قصور الحمراء.
ويظل سر انبجاس الماء من أفواهها يحير العقول، ويزيد في لفت الانتباه إلى التناقض ما بين الإغراق في تزويق واجهات الباحة وأقواسها وبين بساطة فن النحت المستعمل في إخراج حوض النافورة والأسود التي تحته. لا نعلم بأي الأسماء كان ملوك بني الأحمر يسمون القاعات الأربع في باحة الأسود، فالأسماء التي نعرفها اليوم مترجمة عن الإسبانية، وحتى هذه الأسماء الإسبانية حديثة العهد في الغالب، لأن مركز الثقل السياسي الإسباني انتقل إلى مدريد والإسكوريال، وظلت قصور الحمراء منتجعات نائية يؤمها ملوك الإسبان في أوقات الصيف لفترات قصيرة. في الجهة الشرقية من باحة الأسود تقع قاعة الملوك أو قصر العدل، ويمكن الولوج إلى هذه القاعة من الباحة نفسها أو من مدخل آخر خارج حوزة باحة الأسود. ولعل هذا المدخل كان لاستعمال الضيوف الوافدين من الخارج، ويلاحظ بساطة واجهة المدخل إذا قورنت بزخرفة الواجهات والجدران الداخلية.